أهلا بيكم برايمري فور. عاملين ايه يا حبايبي؟ ميعادنا النهاردة مع ليسون 2 في كونسبت 1 يونت 4. ولو فاكرين الفيديو اللي فات خدنا فكرة عن الويذرنج وازاي الإيرث سيرفيس شيب بيحصل له تغيير، ازاي بيحصل تشينج للإيرث سيرفيس شيب. عرفنا ان انا عندي fast change و slow change. كمان قلت لكم كل ما هندخل اكتر في الكونسبت كل ما هنفهم اكتر واكتر عن الويذرنج والايروجن والديبوزيشن. النهارده هنتكلم عن الويذرنج وهنتخيل الويذرنج ده لايك بوي عمال يعمل بريكنج داون، كأنه ولد عمال يكسر في الروكس، عمال يحول الروكس من لارج روك لسمول بارتيكلز. يبقى خلونا متفقين الأول إن عشان يحصل تشينج في الإيرث سيرفيس شيب أنا عندي 3 ستيبس بتتم. ستيب نمبر 1 هنسميها ويذرنج. بالظبط كده زي ما تكون حضرتك عايز تنقل بوكس كبير موجود فيه objects كتيرة جوه البوكس ده وانت عايز تنقله من place to another place. هتبدأ تعمل ايه؟ هتبدأ تنقل جزء جزء، ولو الأوبجكت دي على بعضها تبدأ تقطعها علشان تنقلها من place to another place. بالظبط ده اللي بيحصل في الروك يا حبايبي. الروك بيحصل لها breaking down، اللارج روك الكبيرة خالص عايزين ننقلها من place to another place. مش احنا بقى اللي عايزينها، الفاكتورز اللي هنشوفها كمان شوية هي اللي هتبقى عايزة تنقلها عشان تغير الإيرث سيرفيس شيب. فهيبدأ يحصل breaking down للlarge rocks into small particles. البروسيس دي هنسميها weathering، ودي أول step في ال change of the earth surface shape. أول خطوة بتتم لما بيحصل تغيير في شكل الإيرث سيرفيس. اللي بيحصل حاجة اسمها weathering، يعني breaking down large rocks into small particles. طب تعالوا بقى نسمي ال small particles دي sediments. تمام؟ طب هي السيدمنتس دي بقت small اهي، هتفضل موجودة في البليس بتاعها ولا هتتنقل من place to another place؟ لا، دي هتتنقل. عملية الموفمنت دي عملية الترانسفير بتاعتها من place to another place called erosion، ودي تاني ستيب. ستيب نمبر 3 والأخيرة إن السيدمنتس دي مش هتفضل طول عمرها ماشية كده، لا، السيدمنتس دي هيبدأ يحصل لها إن هي تستقر في مكان وتقف لحد كده، يحصل لها dropping off. تبدأ السيدمنت dropping off in new place. This process called deposition، ودي آخر ستيب موجودة عندنا. يعني مثلا زي ما حضرتك شايف ان انا عندي اللارج روك دي، اللارج روك دي عشان تتنقل من بليس اللي هي موجودة فيه to another place هي كبيرة جدا وتقيلة. فايه اللي هيحصل؟ اول حاجة هيحصل لها weathering، يعني هتبدأ تتفتت لسمول بارتيكلز يا حبايبي، هيحصل لها breaking down. وخلوا بالكوا دي كي وورد لما بشوفها اعرف ان هي الويذرنج. الويذرنج هو breaking down of large rocks into small particles. تبدأ بعد كده السمول بارتيكلز دي تاخدها الووتر وتنزل بيها تتحرك، تعمل لها موفمنت، تنقلها من بليس تو انذر بليس، والبروسيس دي هنسميها ايروجن. بعد كده الووتر هتاخدها وتخليها تستقر في البليس ده، هتعمل لها دروبينج اوف، ودي الستيب نمبر 3 اللي هي deposition. يبقى انا عندي نمبر 1 weathering، نمبر 2 erosion، نمبر 3 deposition. ويا ريت نحفظهم كويس يا حبايبي. طيب حد يجي بقى يسألني يقول لي ايه الويذرنج ده؟ هو في فرق بين الويذرنج والويذر؟ يا حبايبي في فرق كبير بين الويذر والويذرنج. الاول ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو. كمان ما تنساش جروب الواتس بسيبه الاستفسارات المجانية في اول كومنت. طيب نرجع تاني بقى نشوف الفرق بين الويذر والويذرنج. الويذر ده احنا عارفين ان الويذر بيعرفني النهارده cold temperature ولا hot temperature، هيكون في windy day ولا هيكون في rain. يعني هو ال condition of atmosphere، بيعرفني حالة الجو. بيقول لي النهارده حضرتك هتلبس ايه؟ يا ترى لما شفت النهارده cold temperature اكيد هنلبس جاكيت، النهارده hot temperature لا انا هخفف شويه. يبقى الويذر هو ال condition of atmosphere.
تمام، بيعرفني الاتموسفير ده هيبقى النهارده ايه مثلا specific time and place. تمام. لكن الويذرنج مجرد بس ان انا ضفت الاي ان جي لا وديتها في حتة تانية خالص. هو البريكنج داون اوف روكس، هو تكسير الروكس من large rocks into small particles. وطبعا في حاجات بتساعد الويذرنج، يعني مثلا الفاكتورز اللي هي بتعمل لي اصلا ويذرنج: temperature، الويند، الووتر. طيب ما تيجي نتكلم اكتر عن الويذرنج ونشوف التايبس. الويذرنج يا حبايبي زي ما اتفقنا هو البريكنج داون اوف روكس. طب الروكس دي هتتكسر ازاي؟ الروكس دي ممكن يحصل لها breaking down due to mechanical weathering or chemical weathering. والكيميكال ايه بقى الفرق بين الميكانيكال ويذرنج والكيميكال ويذرنج؟ خلينا متفقين الاول ان الميكانيكال ويذرنج الروك جاست ان هي كانت لارج وبقت سمول، كانت كبيرة وحصل لها بريكنج داون اتكسرت لأجزاء صغيرة. لكن الكيميكال لا، ده اتغيرت خالص. الروك الخصائص بتاعتها نفسها اتغيرت، الماتيريال بتاعتها اتغيرت، يعني حصل كيميكال رياكشن. يعني انا عندي سابستانس اتفاعلت مع سابستانس تانية وادوني سابستانس تالتة خالص انا ملهاش علاقة بالاتنين الاولانيين. عارفين الكيميكال يا حبايبي او الكيميكال رياكشن عامل زي ايه؟ عامل زي ما حضرتك كده تدخل تعمل كيك مثلا في المطبخ، فانت حطيت الفلاور، حطيته على الايج، على الشجر، على الاويل، وابتديت ان انت تعمل كيكه، عملت صينيه كيكه حلوه جدا. طب حضرتك ينفع ترجع لي الفلاور؟ ينفع تطلع لي تاني الايج لوحده او الشجر لوحده؟ اكيد لا. هما كلهم كده مع بعضهم عملوا كيميكال رياكشن، تفاعلوا مع بعض وادوني في الاخر ماتيريال جديده، سبستانس جديده، ادوني ماده جديده خالص، ادوني الكيكه. هو ده بالظبط اللي بيحصل في الكيميكال رياكشن. لكن الميكانيكال ويذرنج لا، ده الميكانيكال ويذرنج ده هو جاست ان حضرتك بس زي ما تكون عملت طبق فروت سلطات كبير، قطعت فيه مثلا البنانة، بس قطعتها البيسز بتاعتها واضحة شايفها قدامك، جاست ان هي كانت كبيرة وبقت صغيرة. طيب تعالوا نفهم اكتر عن الميكانيكال ونشوف الفاكتورز بتاعته. اللي ممكن يعمل ميكانيكال ويذرنج عندك الويند جاست ان هي هتخبط في الروك وتكسرها. الووتر يا حبايبي، البلانت روتس، التمبريتشر، كل ده هنشرحه دلوقتي بالتفصيل. يبقى الميكانيكال ويذرنج it's the breaking down of rocks due to the effect of physical factors like ايه؟ like الويند او الووتر. الفاكتور دي ممكن تكون الويند، ممكن تكون الووتر، ممكن تكون البلانت، ممكن تكون التمبريتشر. طيب بالنسبة للويند هتعمل ميكانيكال ويذرنج ازاي للروك؟ الويند طول ما هي ماشية عمالة تعمل بوشينج للساند، عمالة شايلة الساند وماشية بيها، وبتعمل فريكشن بتوين الساند والروكس. في فريكشن حصل لي بتوين الساند والروكس خلى الروكس يحصل لها بريكنج داون. نفس الكلام في الووتر يا حبايبي، الووتر ماشية عمالة تخبط في الروك، وهي عمالة تخبط في الروك دي هتعمل حاجتين: هتخلي الروك الايدجز بتاعتها بدل ما كانت رف تكون سموث، كمان ممكن تعمل بريكنج داون للروكس، تكسر لي الروكس من large rock to small particles. يبقى الويند والووتر بيخبطوا عمالين يعملوا هيتنج في الروك لحد ما كسروا، عملوا بريكنج داون للروكس من large rock to small particles. واتفقنا ان السمول particles دي هسميها sediments. حتى البلانت روتس هي كمان كل ما التري بتكبر زي ما انتوا شايفين في الصورة كده، التري موجودة على روك. الروك ده فيه كراكس، شايفين دي الكراكس كده، فيه شقوق كده في الروك. طيب البلانت روتس كل ما جرو كل ما بتدخل اكتر في الكراكس دي وتبدأ تعمل لها وايدنج، تبدأ توسعها، فالكراكس بيكام وايدر والروك تبدأ يحصل لها بريكنج داون. وده برضو يعتبر ميكانيكال ويذرنج، هي جاست ان هي كسرتها ما غيرتهاش لماتيريال جديدة خالص. يبقى سواء كانت الووتر، الويند، البلانت روتس، فبتعمل ميكانيكال ويذرنج. تعرفوا كمان ان الووتر ممكن تعمل
ميكانيكال ويذرنج بطريقة تانية، بدل ما تقعد تخبط وتعمل هيتنج مع الروكس، لا دي هتعمل ايه بقى؟ قبل ما اشرح لك ايه اللي هيحصل تاني لما الووتر تدخل في الكراكس بتاعة الروكس او التمبريتشر يحصل لها ان هي تكون very cold temperature، عايزة حضرتك تجيب ازازة مية، ازازة بلاستيك، وتملاها مية على الاخر وتقفلها كويس جدا ونحطها في الفريزر. سيبها يوم واتنين وتلاتة لحد ما يحصل لها فريزنج على الاخر. ابدأ امسك الازازة كده وبص فيها، البوتل دي هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها حصل لها بريكنج داون، اتكسرت. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل لما الووتر تيرنس انتو ايس، السايز بتاعها انكريز، حصل اكسباند، اتمدد، وبدأ يعمل كراكس في البوتل، يشق البوتل كده ويعمل كراكس فيها شقوق لحد ما عمل بريكنج داون ليها. هو ده بالظبط اللي بيحصل في الروكس. الووتر تبدأ تدخل في الكراكس دي، تضحك على الروك وتقول لها أنا هقعد في المكان ده، فيحصل إن التمبريتشر ديكريز، ويبدأ الووتر يحصل لها freezing and turns into ice. الايس اتفقنا لما الووتر بتكون ايس بيحصل ايه؟ اكسباند للسايز بتاعها، السايز بتاعها increase، فتبدأ تسق شوية الروك من هنا ومن هنا، فالكراكس become wider. لو الايس ده يا حبايبي تخيلوا معايا ان هو ملت، هيدوب، هيبدأ يدخل اكتر كده في الكراك، وكل شوية يضحك على الروك ويدخل اكتر في الكراكس بتاعتها. طيب بعد كده التمبريتشر decrease، فالووتر اللي دخلت اكتر في الكراكس turns into ice، يحصل لها freezing، السايز بتاعها increase، يحصل لها expand، فتروح عاملة زي ما عملت في البوتل بتاعت حضرتك في الفريزر وتعمل breaking down للروكس. شفتوا بقى التمبريتشر ممكن تأثر ازاي وتكون فاكتور يعمل breaking down للروكس ويعمل mechanical weathering؟ طيب ده الميكانيكال ويزرنج، وعرفنا ان الميكانيكال ما بيغيرليش في الماتيريال خالص، الروك زي ما هي الماتيريال الخصائص بتاعتها اللي موجودة وهي اللارج روك، جاست ان هي اتكسرت، حصل لها بريكنج داون لسمول بارتيكلز، اتكسرت لأجزاء صغيرة. لكن الكيميكال لا، ده بيوديها في حتة تانية خالص، ده الكيميكال ده بيعمل تشينج للستراكشر بتاعت الروكس، بيغير لي الاستراكشر بتاعتها due to the chemical reactions. وطالما في chemical reaction يبقى أنا عندي substance عملت combination مع substance react مع substance اتفاعلت معاها وادتني material جديدة خالص. الchemical weathering يا حبايبي happens due to the chemical reactions. لا، هو حصل chemical reaction of rocks with some other materials. اهو لازم يكون في اكتر من material عشان يحصل chemical reaction. ممكن تكون الماتيريال التانية دي هي الماتيريال الاولانية، خلاص عرفنا ان هي الروك. طب الماتيريال التانية ممكن تكون اكسجين، ممكن تكون الووتر، ممكن تكون الاسيد رين، ممكن تكون الاسيد produced by some living organisms. طيب لو كانت اكسجين، هنعمل تاني اكتيفيتي مع بعض خفيف. عايزة حضرتك كده تبص على البوابات اللي هي بالذات اللي بتبقى موجودة مثلا في مكان فيه رطوبة. لو الجيتس دي حبايبي مش مدهونة بمادة كده عازلة، يعني ايه عازلة؟ يعني تعزل الاكسجين اللي موجود في الاير عنها، الجيتس دي بيحصل لها رست، بتصدي. طب ايه المشكلة ما يحصل لها رست؟ لا، الرست ده بيضعفها، بيخلي الايرن اللي موجود في الجيتس يبقى ضعيف. بالظبط زي ما حضرتك مثلا لو جبت مثلا مسمار وبدأت ان انت تسيبه في مكان فيه رطوبة، هيبدأ يعمل ريد كولر راست عليه، لون كده لونه محمر، لو انت مسكته كده هيطلع في ايديك اللون ده. طيب كمان هتلاقيه بيبقى بسهولة اكتر ان هو يتكسر. ليه؟ لانه بقى ويك، بقى ضعيف. طب ايه اللي حصل؟ الاكسجين اللي موجود في الاير رياكتس مع الايرن اللي موجود في المسمار او في الدبوس، فبدأ يعمل ريد كولرد راست، بدأ يصدي، بدأ يعمل راست. ده بقى يا حبايبي اسمه chemical reaction.
إن حصل combination أو حصل reaction between الأكسجين اللي موجود في الإير مع الأيرن. طب هو بس الأيرن موجود في الجيتس، موجود في المسمار، موجود في الدبوس؟ لا خالص، الأيرن موجود في الروكس. أنا عندي روكس كونتين الأيرن ده، عندي روكس يا حبايبي موجودة وفيها الأيرن. هيبدأ الأكسجين react with the iron which found in the rocks ويبدأ يعمل راست. وزي ما اتفقنا الراست ده بيعمل ويك للروكس، بيخلي زي ما بيخلي الايرن اللي موجود في الجيتس او اللي موجود في المسمار او في الدبوس ويك، بالظبط بيخلي الروك هي كمان ويك، فيحصل لها بريكنج داون بسهولة. طيب بالنسبة للووتر، احنا اتفقنا ان الووتر هتعمل هيتنج، هتخبط لي في الروك، علشان كده هتعمل لها بريكنج. لا، المرة دي في الكيميكال ويذرنج الووتر مش هتعمل هيتنج وتمشي، بالعكس ده الووتر هتعمل dissolving للمينرالز اللي موجودة في الروكس، هتبدأ تدوب لي المينرالز اللي موجودة في الروك. بس المينرالز دي مش هتسكت، دي هترجع تعمل combination تاني، تتحد تاني وتكون لي حاجة اسمها limestone caves. limestone caves. يبقى الووتر في الكيميكال ويذرنج ما عملتش هيتنج ومشيت، لا دي عملت ديسولفنج للمينرالز، دوبت المعادن اللي موجودة في الروك. طب الديسولفد مينرالز دي تسكت؟ لا، عملت combine again forming new shape اللي هو اللايمستون. الفاكتور نمبر 3 اللي هو الاسيد رين. الاسيد رين زي ما اتفقنا فاكرين قبل كده في لما قلت لكم ان الكربون دايوكسيد gas which produced from burning الفاسل فيول بيعمل combination مع الرين او الووتر اللي موجودة في الاتموسفير ويبدأ يكون حاجة اسمها الاسيد رين. وكانت من مشاكل الاسيد رين ان هو بيعمل dissolving للروكس. شفتوا بقى كل ما بندخل اكتر في المنهج بتاعنا بنتوسع اكتر في المعلومة وبنفهم اكتر. يبقى هناخد دلوقتي المعلومة بالتفصيل ان الاسيد رين يا حبايبي بيعمل كيميكال ويذرنج في الروكس. ازاي؟ برضو بيعمل ديسولفنج للمينرالز اللي موجودة في الروك ويخلي الروك تبقى ويك ضعيفة فيحصل لها بريكنج داون، وده يعتبر كيميكال ويذرنج عشان الاسيد رين عمل ديسولفنج للمينرالز وغير طبيعة الروك. طيب هو الرين بس هو اللي كونتين الأسيد؟ ده أنا عندي living organisms tiny living organisms يا حبايبي produce الأسيد ده، produce أسيد، والأسيد برضو بيعمل dissolving للمينرالز. اللايكنز يا حبايبي بنشوف كده روكس بيكون شكلها غريب عليها شكل زي اللي في البيكتشر ده، زي اللي في الصورة. الشكل ده اسمه ايه؟ ده مش عفن عليها او مش حاجة مدهونة بيها، لا دي living organism called lichens. اللايكنز دي produce acid، والاسيد زي ما اتفقنا زي ما جه مع الاسيد رين وعمل dissolving، الاسيد برضو في الحالة دي هيعمل dissolving للمينرالز اللي موجودة في الروكس فيحصل breaking down للروك. يلا بينا بقى يا حبايبي على الاكسرسايز بتاعة الليسون، وزي ما متعودين اثناء حل الاسئلة هشرح تاني، فياريت تتابعوني للاخر وسبسكرايب ولايك وشير للفيديو. Number 1 بيقولي choose the correct answer. Number 1 the condition of atmosphere including temperature, wind and rains is known as. اتفقنا ان ال condition of atmosphere called يا حبايبي weather. طيب لو ضفنا لها ing الويذرنج لا الويذرنج ده هو ال breaking down of rocks from large rock into small particles called sediment. Number 2 بيقولك the dropping of sediments in a new place. الكي وورد بتاع deposition هي dropping off. اول ما اشوف كلمة dropping off sediments يعني السيدمنتس دي خلاص راحت settled، استقرت في مكان وعملت laying down ليها في المكان ده، يبقى ده على طول اسمه deposition، خلاص وقفت واستقرت وترسبت في المكان ده. Number 3 limestone caves are formed due to the combination of. هو اللايمستون
بيقولك هنا limestone caves formed due to the combination of. هو ايه اللي اتحد تاني؟ احنا اتفقنا ان الووتر هتعمل dissolving للروكس، وتبدأ dissolved minerals دي تبدأ تعمل combination again، تتحد تاني علشان تكون حاجة اسمها limestone. number 4 بيقولك lichens produce الأسيد يا حبايبي ما ننساش، والأسيد ده بيعمل dissolving للمينرالز اللي موجودة في الروكس وهيعمل لها breaking down. number 5 rusting of a statue is an example of action of. الراستنج عامة هو chemical weathering. ليه؟ لأن بيحصل combination، بيحصل chemical reaction between الأكسجين and الأيرون. number 6 breaking of statues is an example of breaking، تكسير. يبقى ده على طول ايه؟ انا شفت breaking down اهو، يبقى weathering. number 7 all the following are processes that can change the earth's surface shape except. كل ده ممكن يغير شكل الارث surface ما عدا حاجة واحدة. بيقولك digestion، erosion، weathering، deposition. اتفقنا عشان يحصل change في الارث surface shape ايه اللي هيحصل؟ هيحصل 3 steps. اولهم كانت weathering، step 2 كانت erosion، step 3 كانت deposition. يبقى اكيد الdigestion ملهوش اي علاقة بالموضوع ده. number 8 when water freezes it expands. this means that لما الووتر turns into ice بيحصل لها expand، السايز بتاعها increase. ده معناه ايه؟ معناه ان هي will evaporate ولا الفوليوم increase ولا temperature increase ولا الفوليوم decrease؟ هيكون الفوليوم increase، هيحصل expand. number 9 all the following are from causes of chemical weathering except. الأكسجين، الووتر، الأسيد رين، الكلاودز. الأكسجين هيعمل combination مع الأيرون، الووتر تعمل dissolving للمينرالز، الأسيد رينز برضو هيعمل dissolving، لكن الكلاود ملوش علاقة مش هيعمل حاجة. number 10 water can produce dot that affects the shape of the earth. هي الووتر ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل mechanical weathering only ولا chemical weathering only ولا both mechanical and chemical weathering ولا neither، يعني ولا mechanical ولا chemical؟ لا، اتفقنا ان الووتر ممكن تعمل mechanical or chemical weathering. True or false number 1 wind can be considered one of the factors that cause weathering. طبعا يا حبايبي الويند طول ما هي ماشية بتعمل pushing للساند، والساند بتعمل friction مع الروكس والروكس تبدأ تتكسر. number 2 plant roots help in the formation of rocks. لا، هي مش بتساعد في الفورميشن للروكس، هي help in breaking down of rocks، بتعمل mechanical weathering. number 3 limestone caves are formed by the action of mechanical weathering. اتفقنا ان اللايمستون بتحصل ازاي؟ اول حاجة الروكس بيحصل لها اول حاجة الووتر بتعمل dissolving للمينرالز اللي موجودة في الروكس، وبعد كده الديسولفد مينرالز دي تبدأ تعمل combination تاني، combine تتحد تاني وتكون اللايمستون. معنى كده ان هو chemical weathering مش mechanical weathering. number 4 friction force between rocks and sand carried by wind may cause weathering. هتعمل weathering وهتعمل breaking down للروكس. number 5 when iron in rocks rusts. لما الايرون بيصدي the rock becomes more stronger. لا، ده بيعمل weakness ليها، ده بتبقى weak يا حبايبي. number 6 there are many types of sediments like sand rocks and soil. مظبوط، true. number 7 the movement of sediments from one place to another is known as weathering. no، الموفمنت بتاعت السيدمنت اول ما بشوفها بعرف ان هي erosion. الكيورد بتاعت الويذرنج لا، الكيورد بتاعت الويذرنج هي البريكنج داون اوف روكس، يبقى هنا هتكون false.
Number 8, shaping the earth is usually starts by deposition process. The deposition دي last process آخر حاجة step 3. 9, all physical factors of mechanical weathering lead to breaking down of rocks. Number 10, oxygen in air reacts with iron of rocks forming green colored rust. No, red colored rust. Write the scientific term. Number 1, a process in which rocks are broken down into smaller particles. اهو يا حبايبي اتفقنا breaking down يبقى على طول weathering. Number 2, a process in which small broken rocks move. في movement اهي اتحركت من place to another place by the wind أو الwater يبقى ده على طول الإيروجن. طب البروسيس التالتة إن السيدمنت دي are dropped in new location by the action of wind, water and gravity. ابتدت إن هي settled تستقر في مكان يبقى ده على طول الديبوزيشن اترسبت ووقفت خلاص. Number 4, a part of plant grows inside cracks of rocks causing its weathering. هو البارت اللي عمال كل شوية يزق أكتر في الكراكس ويوسع فيها هو الروتس of plant أو البلانت roots. Number 5, the condition of atmosphere at a specific time and place. Weather. Number 6, it's a type of weathering through which acid of lichens dissolve minerals of rocks. نوع الويذرنج هنا يكون ميكانيكال ولا كيميكال؟ أكيد كيميكال، ده حصل dissolving للمينرالز. Number 7, it's a type of caves that's formed when dissolved minerals of rocks combine again in new shape. Limestone cave. Number 8, it's a process through which الwater forming ice in cracks rocks. الووتر يا حبايبي لما form الأيس أو turns into ice أو freezing يبقى ده freezing process. Number 9, a gas in air combined with iron of some rocks and causes its weakness. مين اللي بيعمل rust وبيعمل weakness للروكس؟ على طول الأكسجين gas. Number 4 بيقول لي complete the following. Number 1, during dot process rocks are broken. اتفقنا أول ما أشوف broken down أو breaking down دي على طول إيه؟ weathering process. Number 2, there are two types of weathering which are mechanical and chemical weathering. Number 3, the type of weathering in which the rock النوع اللي فيه الروك are broken down due to the plant roots. البلانت روتس يا حبايبي ما عملتش كومباينيشن، ما غيرتش الستراكشر بتاع الروك، ما غيرتش الخصائص بتاعتها، ما ادتنيش ماتيريال جديدة، يبقى على طول ميكانيكال weathering. Number 4, the type of weathering in which the structure of rocks change due to chemical reaction. هو مديني الإجابة في السؤال، طالما في chemical reaction يبقى chemical weathering. Number 5, some tiny plant-like organisms produce الأسيد. أسيد ده بيعمل dissolving للminerals causing breaking down. Number 6, shaping the earth started by weathering. اتفقنا فيه 3 خطوات: weathering, erosion and deposition. Number 7, breaking a statue is an example of mechanical weathering, while rusting حصل chemical reaction يبقى chemical weathering. Number 8, lichens produce acids on rocks that dissolves its minerals. اتفقنا ان الاسيد بيعمل dissolving للمينرالز. Number 9, mechanical weathering takes place when الميكانيكال weathering بيحصل لما ايه؟ between sand carried by wind and rocks. في friction بيحصل بين الساند والروكس. Number 10, flowing water which carries small gravel and sand may break down large rocks and cause ما حصلش هنا reaction يبقى mechanical weathering. يلا بينا على أسئلة الجيف ريزون والوات هابن. بفكركم برضو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلوكوا كل فيديو جديد. Give reasons for iron in rocks may rust. هو الايرن هيحصل له rust ليه يا حبايبي؟ عشان في chemical reaction between الايرن مع الاكسجين اللي موجود في الاير.
الأكسجين جه وتفاعل مع الأيرن وكون الراست على طول. Number 2, water play an important role in the formation of limestone caves. اتفقنا ان الووتر بتعمل dissolving للمينرالز. بعد كده الديسولفد minerals هتبدأ تعمل combination تتحد تاني وform new shape اللي هو اللايمستون. What happens if ايه اللي هيحصل لما اللايكنز growing on rocks reduce acid؟ مش الأسيد ده قلنا ان هو بيعمل dissolving للروكس leads to breaking down it. Number 2, red colored rust is formed on some rocks. طبعا الروكس هتكون ضعيفة، هتكون weak and may break down easily، ممكن تتكسر بسهولة. السؤال ده يا حبايبي بيسألني بيقول لي يا ترى هي ميكانيكال ولا كيميكال ويذرنج؟ أول حاجة breaking down of rocks by the effect of sand which is carried by wind. الساند مش هتعمل chemical reaction، هي just ان هي هتعمل friction و cause breaking down للروكس، يبقى على طول mechanical. Rusting of iron in rocks due to the reaction في chemical reaction اهو، يبقى chemical weathering. Number 3, breaking down of rocks by the effect of acids produced by lichens. الأسيد هيعمل dissolving للمينرالز، يبقى هيعمل chemical reaction يعني chemical weathering. Breaking down of rocks by the effect of freezing of water. الووتر عملت freezing وعملت رجعت melting، دخلت جوه الكراكس، عملت breaking down للروكس due to the temperature، يبقى ده mechanical. Number 5, breaking down of rocks by the effect of growth of plant roots. just ان plant roots grow يا حبايبي، بس هي كبرت ووسعت الكراكس اللي موجودة في الروكس، فبدأت ان هي تعمل لها breaking down، يبقى ده على طول mechanical. Number 6, breaking down of rocks by the effect of small gravel and sand which are carried by flowing water. في الحالة دي الووتر عملت hitting مع الروك، ما عملتش reaction، يبقى mechanical weathering. السؤال الأخير يا حبايبي بيقول لي هنا في picture 1 is an example of mechanical weathering. تفتكروا picture 1؟ لا ده rust، يبقى chemical weathering. Number 2, picture B is formed when water dissolves minerals in rock. الووتر في البيكتشر B عملت dissolving للمينرالز اللي موجودة في الروكس، وبدأت المينرالز دي تتجمع تاني وتعمل combination وتعمل limestone. Number 3, picture A is formed by the effect of acid which are produced from lichens. لا ده مش شكل الأسيد خالص ولا شكل اللايكنز، ده شكل الرست due to the oxygen. الأكسجين عمل combination مع الأيرن اللي موجود في الروكس فحصل الرست. Number 4, the type of weathering which forms picture B is the same type of weathering which forms in picture A. الاتنين يا حبايبي chemical weathering، يبقى true.